وصفتنا لليوم من قلب المطبخ الشامي، شيخ المحشي أو الكوسة بلبن. راح نحضرها مع بعض خطوة بخطوة بالطريقة الأصلية وبطعمة رهيبة. يلا نبدأ وبنقول بسم الله. عندي هون كيلو كوسة، لازم تكون الكوسة صغيرة قد ما بنقدر. حفرتهم بالطريقة اللي مبينة بالفيديو. طبعا يفضل نخلي الكوسة سميكة شوي بالحفر لطبخة الشيخ المحشي، مو مثل الكوسة المحشي، هيك بتطلع طعمتها أطيب. شايفين كيف خليتها شوي سميكة؟ يا ريت إذا عم تحبوا وصفاتي ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وتحطولي لايك وتعليق حلو مثلكن إذا بتحبوا الوصفات الشامية الأصلية. بعد ما خلصت حفر كل الكوسة، معلقة سمنة بشوح حبة بصل مفرومة ناعم وبضيف عليها لحمة. بقلب اللحمة كتير منيح مع البصل لحتى تستوي. بعدين بضيف عليها رشة فلفل ورشة ملح، وهيك الحشوة صارت جاهزة معنا، بنتركها لتبرد. لتحضير اللبن عندي هون كيلو من اللبن، ضفت عليه معلقتين من الطحين وحبة بيض مع رشة ملح. البيض بيعطي للبن دسامة ونكهة كتير طيبة، بس إذا ما بتفضلوا تحطوها ممكن تستبدلوها بمعلقتين من النشا بدون طحين. وبنرفع الطنجرة على النار مع التقليب المستمر، ما لازم نترك التحريك ولا دقيقة مشان ما يفرط اللبن. نستمر بالتحريك لحتى يغلي معنا اللبن. شوفوا قوامه كيف طلع ناعم. هون اللبن صار معنا جاهز، بنرفعه عن النار وبنبلش بحشي الكوسة. ممكن تقلوا الكوسة بعدين تحشوها إذا كانت كبيرة، وإذا الكوسة صغيرة بنحشيها قبل القلي. ولازم نحشي الكوساية كاملة، يعني الحشوة توصل لتم الكوسة. وبعدين بنسكرها بقطعة من لب الكوسة مشان ما تطلع اللحمة وقت القلي من الكوساية. وبعد ما خلصت كل كمية الكوسة وحشيتها مثل ما مبين بالفيديو، بنكون محميين زيت كتير منيح وبنقليها. بس أنا ما بفضل أقليها بالزيت، بقليها بالقلاية الهوائية، أو ممكن تستخدموا الفرن، بتحطوها بالفرن مع دهنة زيت لتستوي. بعدين بنسقطها باللبن لتغلي غلوة. وهيك أطيب شيخ المحشي صار جاهز معنا. طعمته رهيبة، هي من أكلاتي المفضلة. زينت وشها باللوز، ممكن زينه بأي نوع مكسرات بتفضلوها. طبخت حدا الرز بشعيرية. جربوا شيخ المحشي بهالطريقة وعيشوا الطعم الأصلية بكل لقمة. ملمس اللبن الناعم مع الكوسة المستوية المحشية باللحمة، مزيج من النكهات بياخدك لعالم تاني. إذا حبيتوا هالوصفة ما تنسوا تحفظوا الفيديو وتشاركوه مع الأشخاص اللي بتحبوهم، وتكتبولي بالتعليقات عن رأيكم بهيك وصفات شامية أصلية. وبشوفكم بفيديو جديد من مطبخي لقلوبكن، وألف صحة وهنا.